إذا تحدثنا عن الإنسان وإنسانيته، وإذا تحدثنا عن مكونات الإنسان، سنجد أنه عبارة عن جسد وروح وذات وهي النفس ومشاعر. في الحقيقة أن أهم ما يميز الإنسان عن باقي المخلوقات هي المشاعر والنفس التي هي عالم بداخله. تتباين وتختلف المشاعر من شخص إلى شخص، ومن مجتمع إلى مجتمع، ومن زمن إلى زمن. في الحقيقة أن الإنسان نفسه هو المتحكم الوحيد في هذه المشاعر. غدا إن شاء الله ندوة عن الوفاء، ويوم عن الوفاء، وندوة تأبينية لكل العظماء اللي رحلوا عنا في 2022. في الحقيقة كان المحرك لهذه الندوة هو رحيل العظيم، الشخصية الوطنية، مش بس على مستوى مصر ولكن على مستوى الوطن العربي والعالم، اللواء ناجي شهود. على المستوى الشخصي هو أب ومعلم وصديق وأشياء عديدة إنسانية من الدرجة الأولى. والجانب الآخر في حياة هذا العسكري البطل العظيم أنه كان شاعر، وشاعر محترف. وفي الحقيقة أنا كنت أعلم ذلك، وعندما كنت أكتب أي إبداع ونتحاور كان يعلمني ويتحدث معي عن بحور الشعر، وأنني لابد أن أتسلح بعلم الشعر واللغة والبلاغة والإبداع الذي هو الرقي كله للإنسان. في الحقيقة ننتظر من حضراتكم المشاركة بالقناة، وننتظر من حضراتكم أن تدعموا هذه القناة بتواجدكم ومشاركاتكم، سواء كان من خلال لقاءات على قناتنا أو من خلال متابعتكم لنا. وإن شاء الله انتظرونا غدا